بعد انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى، هل هيعود الثنائي مرة أخرى إلى الحياة الزوجية؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة، متنسوش اللايك والاشتراك ويلا بينا. من شهرين تقريبا وسمعنا أخبار عن انفصال الثنائي الجميل جدا اللي بقالهم فترة كبيرة جدا متزوجين وعندهم أطفال، والوقت أطفالهم كمان بقوا شباب. الثنائي داليا مصطفى وشريف سلامة. وداليا في الوقت دوت التزمت الصمت وما اتكلمتش عن أي حاجة، وكمان شريف التزم الصمت وما اتكلمش عن أي حاجة بخصوص الموضوع ده. لكن اللي شفناه إن داليا حذفت كل صور شريف من عندها، وقالت إن هي تعرضت لمرض السكر وما لقيتش الدعم الكافي من شريف سلامة اللي كانت منتظراه. ده كان الكلام اللي اتقال بصفة عامة في الوقت ده. وفي نفس الوقت برضو كان مسلسل كامل العدد واللي انعرض في رمضان كان مكسر الدنيا، اللي كان بطولة شريف سلامة وكمان دينا الشربيني، والمسلسل كان محقق نجاح جامد جدا. وفي الوقت ده ابتدت الشائعات تنتشر ويقولوا ان في علاقة ما بين شريف سلامة وما بين دينا الشربيني. طبعا الإشاعات ابتدت تنتشر وتزيد بشكل كبير جدا، لكن الحقيقة غير كده تماما. ومع استمرار الثنائي في التزام الصمت الشائعات بتكتر وبتكتر. لكن وبعد ظهور داليا مصطفى في برنامج وقالت إن هي اتخذلت وما اتكلمتش عن أي حاجة، ابتدى الجمهور والدنيا تسأل هو إيه اللي حصل من شريف سلامة اللي الكل بيحبه واللي دايما بيقولوا عليه ممثل خلوق جدا، إزاي يزعل زوجته بالشكل ده. وبعد كده ابتدت تظهر الحقيقة لسطح المشهد. كتب صحفي المشاهير واللي بيتكلم عن كل أخبار المشاهير وصديق مقرب جدا للوسط الفني، وقال إن شريف سلامة بيعيش أزمة منتصف العمر. واكتشفت داليا بالصدفة البحتة إن كان في علاقات كتيرة ليه جدا عبر السوشيال ميديا، بنات غير الوسط الفني، عبر تطبيق سناب شات وعبر تطبيق تليجرام وغيرها من التطبيقات. مش بس كده، ولكن إنه في علاقة قوية جدا بتربط بينه وبين مؤلفة آخر أعماله اللي هو مسلسل كامل العدد، والعلاقة بينهم موثقة بالشتات وبالسكرينات مع داليا مصطفى، واللي حست بخذلان شديد جدا من شريف سلامة بعد العمر ده. وفي وقتها طلبت الطلاق، خاصة إن هي كانت أصيبت بمرض السكر، وبيقال إن هي أصيبت بمرض السكر نتيجة الحزن الشديد جدا والصدمة اللي تعرضت لها من شريف سلامة. وبكده بتكون خرجت دينا الشربيني من ملف شائعات انفصال شريف سلامة وداليا مصطفى، واللي كان في الوقت أو في الفترة اللي فاتت مسيطرة على السوشيال ميديا إن هي السبب في الطلاق. وبالرغم إن داليا مصطفى قبل الانفصال قالت إن هي فعلا بتغير على شريف كتير جدا، لكن هي عارفة أخلاقه كويس جدا وواثقة فيه، وهي بس اللي بيضايقها إن في بعض الناس أو الزميلات اللي بيكونوا يعني بيرزلوا أو بيضايقوا شريف سلامة بزيادة وبيطلبوا إن هو اللي يكلمهم، وهي بتشوف الحاجات دي بعينها. لكن شريف ما بيعملش أي حاجة تضايقها. ده الكلام اللي كان متقال قبل الانفصال. بعد الانفصال بتظهر داليا مصطفى مع واحد من الناس، مع عمرو الليثي، وبيسألها عن سبب الانفصال أو سبب الخذلان، ولكن بينقلب المشهد رأسا على عقب وبتكتفي داليا مصطفى بالسكوت والصمت. الموقف مازال مشتعل بين الاتنين، وداليا مصممة على الطلاق ورافضة أي محاولات للصلح، بالإضافة إن شريف سلامة مش قادر يرجع لحياته تاني مع داليا بسبب الأطراف اللي دخلت ما بينهم. ومن هنا أقدر أقول لكم إن رجوع شريف سلامة وداليا مصطفى في الوقت الحالي شبه مستحيل.